تعالوا نعمل مع بعض كده كفتة الرز. المكونات بتاعتنا: كيلو لحمة، هنحط عليه 400 جرام رز مطحون، عليه معلقة بهارات كبيرة، 2 بصلة، وعندنا باكت بقدونس مع كزبرة، ومعانا كمان نص راس توم. نمسك كل المكونات دي نحطها في الكبة ونفرمها مع بعض فرم جامد جدا لغاية ما تنعم. انا بوريها لكم ايه حطيتها في الكبة. بصوا كل المكونات حطيتهم على بعض وفرمتهم 5 دقايق، طلعوا عندي بالنتيجة دي. نتيجتهم جميلة جدا ورائعة، رهيبة رهيبة. ازاي تعرفي ان هي كويسة ومظبوطة والمقادير بتاعتها مظبوطة؟ لما تلاقيها بتجمع كده معاكي، بتعمل عجينة مع بعضها وبتتماسك مع بعضها بالشكل ده، انت تعرفي ان هي كويسة جدا وجميلة. ما تزوديش الرز زيادة عن كده عشان خاطر تبان طعم اللحمة فيها ونكهتها تبقى جميلة. حطيتها في طبق، هغطيها بستريتش وهسيبها في التلاجة ساعتين.